اهلا وسهلا بيكم على قناه عدلي تيوب. معاكم جرس عدلي، سينيور الكتريكال تكنيكال اوفيس انجينير، ومكملين مع بعض في البلاي ليست بتاعتنا واللي موضوعها ازاي تبدا مشروع من الصفر على برنامج الريفت. ظاهر قدامنا دلوقتي على الشاشه كل الخطوات اللي عملناها في البلاي ليست بتاعتنا لحد دلوقتي، بدايه من فتح التمبلت المناسب للتخصص بتاعك لحد ما قمنا بعمل كوبي مونيتور للليفلز والجريدز من اللينك المعماري. والخطوه اللي هنعملها النهارده هي عمل اورجنايز للبروجكت براوزر بشكل احترافي. والخطوه دي خطوه اختياريه، يعني انت ممكن ما تعملهاش وتكمل شغل في المشروع عادي جدا، ولكنك هتضيع وقت كبير علشان توصل لاي فيو موجود عندك في المشروع. والمشكله دي هتزيد كل ما بيزيد عدد الفيوز اللي موجوده عندك داخل البروجكت. علشان كده انا بشوف الخطوه دي اساسيه ومهم جدا انك تعملها في بدايه البروجكت قبل حتى ما تقوم بعمل كرييت للفيوز. وكنت اتكلمت في فيديو سابق عن تنظيم البروجكت براوزر، هتلاقيني سايب لك اللينك الخاص بيه في الديسكريبشن اسفل الفيديو، فممكن ترجع للفيديو ده لو حابب تعرف كل التفاصيل الخاصه بالموضوع. لكن في الفيديو بتاعنا النهارده هنقوم على طول بتنفيذ الخطوات اللي احنا محتاجينها علشان ننظم البروجكت براوزر بالشكل اللي هيظهر لنا دلوقتي على الشاشه. زي ما ظاهر قدامنا دلوقتي على الشاشه، احنا هنقوم بتنظيم البروجكت براوزر بتاعنا بالشكل التالي. اول حاجه هيبقى عندنا الفيو جروب، ودي اللي هنحدد فيها اذا كان الفيو بتاعنا خاص بالورك ان بروجريس، يعني هنشتغل عليه بس، ولا هيتم وضعه داخل شيت فبالتالي هيبقى شيت فيو. تاني حاجه هنحدد الفيو تايب، هل الفيو ده خاص بالباور ولا باللايف سيفتي ولا بالسكيورتي ولا باللايت كارنت. بعدها هيكون عندنا السيستم نيم. السيستم نيم اللي هو اسم النظام، يعني مثلا الانظمه الموجوده داخل الباور هل هي لايتنج ولا باور ولا كيبل روت ولا ارسنج، وهكذا. كل فيو تايب هتلاقي جواه مجموعه من السيستمز زي ما ظهر قدامك في الصوره. بعدها عندنا الفاميلي اند تايب، ودي اللي هنحدد فيها اذا كان الفيو بتاعنا هل هو فلور بلان ولا سيلينج بلان. بعدها الاسوسييتد ليفل اللي هو خاص سواء بالجراوند او الفيرست فلور او السكند فلور او الروف. والسؤال هنا ازاي اقدر اتحكم في الفيوز بتاعتي بحيث ارتبها بالترتيب ده؟ والاجابه ان الفيو زيها زي اي عنصر عندك في المشروع بتقدر تتحكم فيه من خلال البارامترز. وبالتالي انا هضيف مجموعه دلوقتي من البروجكت بارامترز داخل الكاتيجوري الخاصه بالفيوز، وده علشان اقدر اتحكم في الترتيب الخاص بالفيوز داخل البروجكت براوزر. وعلشان نعمل كرييت للبروجكت بارامترز هنروح ندخل على المانج تاب، بعدها هنروح على البروجكت بارامترز، هنضغط عليها وهنضغط على نيو بارامتر، وهنيجي هنا كده نكتب اسم البارامتر بتاعنا. هنعمل اول بارامتر اللي هو اسمه فيو جروب، وهنخليه انستنس بارامتر، وهنخلي التايب الخاص بيه تكست، وجروب بارامتر اندر ايدنتيفاي داتا. وهنيجي هنا كده في الجزء الخاص بالكاتيجوري اللي هو الجزء اللي على اليمين ده، وهندور على الكاتيجوري الخاصه بالفيوز اللي هي دي، هنحط جنبها كده علامه صح وهنضغط على اوكي. كده انت عملت كرييت لاول بارامتر. هنكرر الخطوه دي مرتين تاني، هنضغط برضو على نيو بارامتر ونكتب اسم البارامتر بتاعنا اللي هو فيو تايب، وبرضو انستنس بارامتر والتايب اوف بارامتر تكست، وجروب اندر ايدنتيفاي داتا، والكاتيجوري بتاعتنا اللي هي فيو، وهنضغط على اوكي. وهنكرر نفس الكلام، هنعمل البارامتر الجديد اللي هو اسمه سيستم نيم، وهنخليه انستنس بارامتر والتايب اوف بارامتر تكست وجروب اندر ايدنتيفاي داتا، وهنختار الكاتيجوري بتاعتنا اللي هي فيو، وهنضغط على اوكي. كده احنا عملنا كريت للثلاثه بارامترز دول وضفناهم في الكاتيجوري الخاصه بالفيوز. الاثنين بارامتر التانيين اللي هم الفاميلي اند تايب والاسوسييت ليفل دول اوريدي موجودين، فبالتالي انا مش محتاج اعمل لهم كرييت تاني مره تانيه. هنضغط على اوكي. المفترض دلوقتي هتلاقيهم ظاهرين عندك هنا، هتلاقي اهو ادي الفيو جروب والفيو تايب والسيستم نيم. كده احنا عملنا اول خطوه، هي اننا عملنا كرييت للبروجكت بارامترز. الخطوه الثانيه اللي انا هعملها دلوقتي هي ان انا هروح اعمل كرييت لتمبلت داخل البروجكت براوزر بحيث يتحكم لي في ظهور العناصر داخل البروجكت براوزر. فهروح كده على الفيوز وهضغط رايت كليك واختار براوزر اورجانيزيشن.
بعدين هاجي كده هضغط على نيو وانا موجود في التاب الخاص بالفيوز، فهضغط على نيو. هيقول لك تحب تسمي التمبلت الجديد اللي انت هتعمله ايه، فهقول له مثلا B123 اللي هو كود المشروع، بعدها هكتب له مثلا فيوز اورجانيزيشن، وهنضغط على اوكي. هيفتح لك القائمه دي. هنروح على الجروبنج اند سورتنج تاب، وهنبدا نختار البارامترز اللي احنا عملنا لها كريت. فهنختار اول حاجه جروب باي، هنقول فيو جروب، يعني يرتب لي على اساس اول حاجه الفيو جروب، بعدها تاني حاجه على اساس الفيو تايب، دي طبعا اسماء البارامترز اللي احنا عملنا لها كرييت، بعدين تالت حاجه على اساس السيستم نيم، بعد كده زين باي فاميلي اند تايب، واخر حاجه على اساس الاسوسييتد ليفل. ونيجي هنا كده سورت باي، نختار اسوسييتد ليفل، ونختار الاختيار الاسندنج، وهنضغط على اوكي. هنيجي هنا كده نختار التمبلت اهو اللي احنا عملنا له كرييت، وهنضغط على اوكي. هتلاحظ البروجكت براوزر عندك الشكل بتاعه اختلف اهو. تعالوا نجرب الكلام ده دلوقتي على الطبيعه علشان نشوف البروجكت براوزر بتاعنا هيكون شكله عامل ازاي. لو احنا افترضنا ان الفيو دي هي هتكون خاصه بالاناره للدور الارضي، فبالتالي هاجي هنا املى البارامترز الخاصه بالفيو. هنقول السيستم نيم بتاعنا هيكون لايتنج، والفيو تايب الخاص بيها هيكون باور، ولنفترض ان الرسمه دي مش هنحطها في شيت، فبالتالي هنخليها work in progress view، يعني هنشتغل عليها لكن مش هنحطها في شيت. هنضغط على ابلاي، وتعالى كده نشوف تنظيم البروجكت براوزر بتاعنا. هنيجي كده ندخل اهو على الورك ان بروجرس فيو، هنختار بعدها باور، هنختار بعدها لايتنج. طبعا احنا لو عندنا كذا فيو موجوده في المشروع، كنت هتلاقي مثلا في الفيو تايب هتلاقي فيه باور، وهتلاقي فيه لايف سيفتي، وهتلاقي سكيورتي، فبالتالي انت بتدور على رسمه اناره فهتدخل على الباور. وبرضو لو في كذا سيستم عندك في الباور كنت هتلاقي فيه لايتنج وهتلاقي فيه باور وهكذا، فكنت هتدخل على اللايتنج. بعد ما دخلنا على اللايتنج هندخل على الفلور بلانز، بعدها الانتر ليفل، وهنلاقي اهو الرسمه بتاعتنا. وطبعا الرسمه اللي انت فاتحها هتلاقي بيكون اللون بتاعها بتلاقيه بولد كده، والخط بتاعها تقيل، فتعرف على طول ان دي الرسمه اللي انت فاتحها دلوقتي. وبكده نكون اتعلمنا ازاي نقدر نعمل اورجنايز للبروجكت براوزر بتاعنا بشكل احترافي. ولسه هتحس باهميه الخطوه دي اكتر واكتر في الفيديو القادم ان شاء الله لما نعمل كرييت للفيوز. وهتلاقيني سايب لك اسفل الفيديو رابط تقدر تحمل منه ملفات العمل الخاصه بالمشروع اللي احنا شغالين عليه، علشان تقدر تطبق معانا الخطوات اول باول. وفي النهايه لو عجبك الفيديو بتاعنا النهارده ما تنساش تعمل له لايك وشير، واشترك في قناه عدل تيوب علشان يوصل لك كل الجديد في عالم الريفيت والبيم. بشكركم على متابعتكم والى اللقاء.